السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم. ازيكم يا احلى واجمل فانيليات؟ يا رب دايما تكونوا بالف صحة وبالف خير. باذن الله النهارده هنزين مع بعض تورتة شوكولاتة ونعمل لها كريمة حشو وتزيين من نفس المقدار، وكمان هندلع قوي طعم الشوكولاتة بموس الشوكولاتة. وما تقلقيش لو انتي بره مصر وما عندكيش موس شوكولاتة، هعرفك ازاي تعملي نفس الطعم في البيت ومن غير ما يكون عندك خلطة موس شوكولاتة أصلا. كمان هديكي فكرة تزيين لطيفة كده بالنوتيلا وشوية شوكولاتات كده برصة حلوة تدي يعني غنى المنظر التورتة، ويبقى شكلها لطيف قوي وسهلة جدا جدا لأي حد لسه بيبتدي. فيلا نقول بسم الله ونبتدي على طول مع بعض. قبل بس ما نبتدي الفيديو لايك وشير علشان يوصلك كل جديد، ولو لسه مشتركة جديدة معايا فعلي زر الجرس عشان أول ما ينزل فيديو تبقي من أول الناس اللي شافته. يلا نقول بسم الله ونبتدي على طول مع بعض. معايا هنا 2 كوباية ونص من المية الساقعة المتلجة، يعني 640 جرام. حطيت عليهم كوبايتين من الشانتيه، يعني 200 جرام شانتيه خام بودرة. حطيت عليهم 125 جرام من موس الشوكولاتة، وكمان حطيت عليهم 80 جرام من السكر البودرة. ولو ما عندكيش موس شوكولاتة هنعمل ايه؟ هتحطي بدل 125 جرام موس شوكولاتة دول، هتحطي مكانهم 50 جرام شانتيه، عليهم 75 جرام جناش، عليهم 20 جرام لبن بودرة ويا ريت يكون كامل الدسم، وكمان هنحط عليهم 20 جرام كاكاو خام، يبقى نوع كويس كده ونضيف ويبقى غير محلى. ونبتدي نضرب على طول مع بعض. هضرب الكمية دي كلها معايا في العجان، ما شاء الله قوامها هيتضاعف وهيبقى حاجة ممتازة قوي. هحشي بيها وكمان هغلف بيها من نفس الخام على طول. مش هضطر ان انا اعمل قوام للتغليف وقوام للكريمه. ايش معنى؟ لان احنا في الشتاء بيسهل الدنيا قوي 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 علينا في شغل الكريمه. هبتدي بقى احط كده طبقه كيك، طبقه كريمه كويسه، وعليها طبقه نوتيلا. النوتيلا دي انا مسيحاها بزيت، لكن معلومه صغننه في النص: لما بنسيح النوتيلا في الزيت عشان نحطها في الحشو مش بنكتر زيت، يعني يدوب شوية زيت صغيرين عشان بس النوتيلا تتفرد معايا وما تجلطش، لأنها في الشتاء بتبقى مجلطة وتقيلة. مش حابة تحطي موضوع الزيت خالص، اوكي سيحيها على حمام مية واشتغلي، مفيش مشاكل. الفكرة بس انك ما تخليش القوام سايل اوفر. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ده حشو، مش عايزينه يبقى ممي وسايل وراخي، لا انا عايزاه يبقى شادد نفسه شوية عشان خاطر يسهل عليا الدنيا. خاصة ان انا ما حاططهاش في تلاجة حتى، ما لحقتش ادخلها الفريزر لان هو كان اوردر مستعجل، فحبيت تك 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 على طول، يعني اللي هو احنا استغل ان الدنيا ساقعة واحنا في شهر واحد، فيلا دوست على طول بقى. ابتديت بقى اغلف كده على طول بالكريمه اللي معايا. حطيت كميه مناسبه وكمان كميه مناسبه من الجنب، خاصه ان انا ما شلتش الجوانب. فطالما ما شلتش الجوانب احتمال ان تظهر معايا مطبات موجوده، فانا ما شلتش الجوانب. يبقى اتلافى المطبات ازاي؟ اكتر كريمه من الجوانب، اكتر كريمه شويه من الجوانب عشان اعلى بجدار الكريمه، فمهما شلت بالسكرابر الكيك ما يكشفش معايا. فهمتيني ازاي؟ انا عاملاها قدامك اهو، لا دخلت فريزر ولا تلاجة ولا شلت حواف، كله قدامك وكله. مفيش حتى يعني المونتاج انا بشيل الفواصل، ما بشيلش حاجة من جسم التزيين نفسه. تمام. ابتديت كمان اشيل بسن السكرابر كده شويه الكريمه اللي بيكونوا على البورد، ونزلت بالنوتيلا. النوتيلا دي انا مسيحاها برضو وضايفه لها شويه زيت. سوري، مش مسيحاها يعني مسيحاها على حمام مائي، لا مسيحاها بالزيت. تمام. اي زيت نباتي نضيف ما فيهوش ريحه زنخه، ومهم قوي الموضوع دوت عشان النوتيلا بتتأثر بسرعة. نشتغل بيه كده. انا مش حابه اعمل دربات بكيس الحلواني وبعدين ادخل في النص، لا حابه اوريكي تكنيك الفرد مره واحده اللي بينزل دربات كتيره، كأن الصوص يعني احنا كده كابينه ومغرقين بيه التورته، وهو بقى عمال يدرب مع نفسه وينزل بشكل كبير يعني. استخدمت بقى في التزيين سمكة كات، عاملة يعني شغل حلو في سمكة كات وطعمها جميل. شبه الكيت كات، يعني هو مش طعم مش كيت كات فظيع، وشبه بريك شوية، بريك مدية على كيت كات.
في كمان ميجا وباولا بسكويت عاملاهم فيينا، عاملة شغل حلو قوي قوي بصراحة في موضوع شوكولاتات التزيين. طعمها جميل. كل الشوكولاتات بتاعت فيينا بصراحة أنا جربتهم تقريبا كلهم، طعمهم حلو قوي ولطيف جدا. مش بس بتلاقيهم عند بتاع المستلزمات، كمان بتلاقيهم عند المحلات المحمصة اللي بتبيع اللب والفول والحاجات دي. وعلى فكرة مش رخاص، يعني مثلا الكيلو ب 270 و250. ارخص حاجه مثلا الكيلو ب 170، فيعني الاسعار مش رخيصه، فالجوده كويسه. حطيت كمان شويه من البديل الروشيه برضو من فيينا، شوية كاجو، شوية كريز. والناحية التانية هحط شوية كده من الدست، حابة شوية أنطق لون النوتيلا، أديها بس سنة لمعة، مش هكب ولا حاجة، لا الدست مش هيتكب، هو يدوب بس كام رشة كده تلمع معايا النوتيلا شوية، حاساها سنة مطفية كده. وحطيت شوية من الكور بتاعت اللي هي البلاستيك، اللي بنحطها في تزيين كيك البالون وكيك الكور والحاجات دي. حسيت ان اللون بتاع الاحمر هنا ناطق كمان عن لون الكريز، فحبيت انطق الدنيا شوية، وحطيت كده توبر بتاع هابي بيرثداي. التورته نفسها سهله وما فيهاش اي مشكله. الفكرة كلها في رص الشوكولاتة، وانك تخلي القصير قدام والطويل ورا عشان ما تخسريش اشكال، وكل اللي حطيتيه يبان تمام. وفي الاخر خالص كتبت كلمة سدرة كده على التورتة وحطيتها من قدام. طبعا الكتابة على عجينة السكر، احنا عملنا فيديوهات كتيرة قوي للكتابة على عجينة السكر، هحطها لك برضو في صندوق الوصف عشان اللي مش عارف احنا كتبنا ازاي من غير آلام غذائية. طريقة سهلة وبسيطة قوي قوي قوي. يا رب يا رب الفيديو يبقى سهل ولطيف وعجبكم ويبقى فعلا مفيد للمبتدئين. اللهم تقبلوا صدقة علم جارية، واجعلوا علم ينتفع به، واجعله سبب في رزق بنات كتير. اللهم أنت المرجو في كل شيء. الحمد لله رب العالمين.